تذكير لدوران كالكان. الجزء الأول. في 15 من تشرين الثاني عام 2020 قيم القيادي في حزب العمال الكردستاني دوران كالكان عباس الأوضاع الحالية في المنطقة، وذلك خلال حوار أجرته معه قناة ماديانوتشا التابعة للباكيكا. وقد تكون الأحداث التي أوردها كالكان منطقية بنظر من لم يقرأ التاريخ أو لا إلمام له بعالم السياسة، غير أنه جاف الحقيقة وتركها في واد وهو في واد. لهذا رأينا من الضروري أن نذكر كالكان بحقيقة الأحداث التي أغفلها بتقصد لكي تكتمل اللوحة التي شوهها على مرأى ومسمع المشاهدين. أولا، يا ترى هل حقا هناك قوى تحاول القضاء على الباكيكا وتصفيتها؟ أهم ما ينبغي الإشارة إليه هنا هو ما دابت عليه الباكيكا وترديده طوال الوقت على مسامع أنصارها وكوادرها من وجود نظرية المؤامرة، وأن هناك قوى تحاول القضاء عليها، فهي تحاول إقناع كوادرها ومناصريها بوجود نظرية المؤامرة والأعداء الخارجيين مثل ما تفعل أي أنظمة توتاليتارية. فكذلك فعل كالكان وسلك نفس الدرب، فقال هناك مخطط يحاول القضاء على الباكيكا وتصفيتها، فنستطيع القول بأن هناك مؤامرة لتصفيتنا، وأن اللاعبين الأساسيين فيها هم كل من أمريكا وتركيا والباردي. طوال سنوات تبذل الباكيكا كافة جهودها لخلق العداء بين الكرد وأمريكا بل وعامة أوروبا والغرب بهدف إبعاد الكرد عن الاتفاقيات الدولية، كما وتهدف في الوقت نفسه إلى خلق فكرة أنه لا وجود لخيارات أو حلول للكرد خارج تفاهماتهم مع الدول الأربعة المحتلة لكردستان. من جانب آخر فهي تدير سياسة المظلومية والاضطهاد بحجة وجود نظرية المؤامرة، غير أن الحقيقة هي أنه لا أحد في الشرق الأوسط يحاول القضاء على الباكيكا. لو ذكرنا كالكان بحقيقة بعض الأحداث، لو أرادت الباكيكا القضاء على نفسها وتفكيك تنظيماتها، فتركيا هي الدولة الأولى التي ستقف ضدها في هذا المسعى. فتركيا هي أول قوة دولية لا تريد تفكيك الباكيكا وانهيارها، بل وحتى إن أرادت الباكيكا نفسها حل تنظيماتها وتفكيكها، فتركيا ستكون أول دولة تقف ضدها في مسعاها هذا، إذ أن وجود الباكيكا يبرر تدخلات تركيا في شؤون إقليم كردستان وكردستان سوريا وشنغال خير مثال لا على سبيل الحصر. من جانب آخر فتركيا تحاول التحكم بالكرد من خلال الباكيكا، فكما هو معروف أن الباكيكا هو التنظيم الوحيد الذي يقول للكرد بأن القومية الوطنية الكردية قضية بالغة الخطورة وعافت عليها الزمن، وهي تقف ضد القومية والوطنية الكردية، وهي تعد مطالبة الكرد بدولتهم القومية بالمؤامرات الدولية ضد الكرد. وكلما أرادت تركيا إعادة الباكيكا للدرب المنشود تركيا فتنفذ ذلك عن طريق زعيمها المسجون لديها عبد الله أوجلان. فتركيا تحاول طمس الديمقراطية واضطهادها داخليا بحجة الباكيكا وقوات الجاريلا على حافة الانهيار في شمال كردستان. فلا وجود لأي أنشطة للباكيكا في أي مدينة تركيا، فهي لم تقم باغتيال وزير أو أي قائد عسكري بارز أو محافظ لغاية الآن، فليست الباكيكا بمثابة أي تهديدات للدولة التركية أبدا، وتركيا تدرك هذه الحقيقة جيدا. وفي الوقت نفسه فعامة كبار الباكيكا يصرحون بأنهم لا يريدون القضاء على تركيا أو انهيار جيشها، فتركيا هي أول بلد استحوذ على مكتسبات ومنجزات عظيمة من وجود الباكيكا. ونعرف جميعا أن تركيا تعتبر نفسها ولي الأمر الوحيد للباكيكا، بل وحتى لو قرر الناتو القضاء على الباكيكا وتدميرها فإن أول من سيعارض هذا القرار هو تركيا بلا شك. وإلا ألا تستطيع أمريكا القضاء على الباكيكا؟ فمنذ ثمانينيات القرن المنصرم تظهر الباكيكا الإمبريالية كعدوة لدودة للكرد، وحسب فهمها أن العالم الغربي والقوى السياسية دائما ما حاولت القضاء عليها وتصفيتها، وقد أحاك حلف الناتو مؤامرات ضدها وتحاول أوروبا تدميرها، غير أن أوجلان بدهائه وحكمته أحبط كافة مؤامرات الإمبريالية. تحدث كالكان عن هؤلاء الأعداء الإمبرياليين قائلا أرادت أمريكا القضاء علينا، غير أننا أحبطنا مؤامراتها وخططها فباءت كلها بالفشل. فكل من له أدنى إلمام بالسياسة العالمية يعرف جيدا أنه لو أرادت أمريكا وحلف الناتو القضاء على الباكيكا لفعلتها في وقت قياسي قصير. بعبارة أخرى، الباكيكا ليست تنظيما بالقوة التي تستطيع محاربة النظام السياسي العالمي، وليس هناك من حاول القضاء على الباكيكا، بل كل ما في الأمر هو أنها تتلقى الصفعات من أمريكا كلما اقتربت
تستفاد أكثر من إيران كما وتتلقاها من إيران إذا اقتربت من تركيا. فأمريكا لم تحاول القضاء على الباكيكا أبدا، إذ لو قضت أمريكا على أوجلان عام 99 لكانت هذه التنظيمات في خبر كان ولا انتهى كل شيء. وأما حقيقة العمليات العسكرية الحدودية للجيش التركي في 28 شباط عام 2008 فهي مختلفة كثيرا، فقد سماها الجيش التركي عمليات الجنوب بينما سمتها الباكيكا بمقاومة الزاب وانتفاضتها، وحقيقتها مغايرة تماما للواقع. وكانت هناك قوتان رئيسيتان قد أوقفتا العملية، أولاهما كانت أمريكا والثانية كانت رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الذي قام بتسيير تظاهرات شعبية عارمة في مناطق شيلادزي وبامارني للوقوف ضد الزحف التركي. كما حذرت أمريكا تركيا من وراء الأبواب المغلقة وطالبتها بإيقاف عملياتها العسكرية وسحب قواتها. وقد أسهب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الحديث عن حقيقة هذه الأحداث في كتابه الواجب. فرغم استمرار العمليات العسكرية التركية في حدود إقليم كردستان منذ 16 من كانون الثاني عام 2007 ولغاية اليوم لم تستهدف قط قياديا بارزا للباكيكا، كون كل من أمريكا وإسرائيل لا تمدانها بمعلومات كافية وحقيقية لعدم رغبتها في القضاء على كبار قادة الباكيكا. فأمريكا والناتو القوتان اللتان اغتالتا قاسم سليماني وأبو بكر البغدادي تستطيعان استهداف قادة الباكيكا المؤسسين واغتيالهم. نعم، رصدت أمريكا جوائز مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن كبار قادة الباكيكا الثلاث جميل بايك ومراد قريلان ودوران كالكان، وأبدت الباكيكا مظلوميتها بهذا الصدد. ولكن ليكن في الحسبان أنه وبالتحديد في 6 من تشرين الثاني عام 2018 وعند الإعلان عن الجائزة كان كالكان يشرف على عقد المؤتمرات لكوادر الباكيكا في منطقة روميلان الخاضعة لنفوذ القوات الأمريكية بكردستان سوريا، علما أنه توجه لهناك على متن هليكوبتر أمريكية. يا ترى هل يريد البارتي القضاء على الباكيكا وتدميرها؟ لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن الباكيكا ومنذ عام 1983 تعيش على وجود الديمقراطي الكردستاني ومرهونة به، وأن علاقات الحزبين موضوعة قيمات تاريخية هامة، غير أننا هنا لن نتناول هذا الجانب كما لن نناقشه، إذ أن من أنقذ الباكيكا عام 2000 من أنياب الاتحاد الوطني وإيران إنما كان البارتي لا غير، كما أنقذها من براثن تركيا عام 2008 أثناء عملية الزاب. فالبارتي لم يقطع السبل أمام الباكيكا في الحصول على المؤن اللوجستية والغذائية، كما لم يقطع عنها التنقل أو يعرقلها، علما أن البارتي كان وما زال قادرا على قطع الإمدادات والمؤن عنها، بل وحتى الرغيف التي تقتات عليها في الزاب وغارة، غير أنه لم ولن يفعل. فقد أطاق البارتي ممارسات الباكيكا وتحملها بصدر رحب، غير أنها أيضا ليست موضوع كتابتنا هنا. فرغم كل هذا وعلاوة على اعتداءات الباكيكا المستمرة على البارتي، إلا أن البارتي لم يرد على هذه الاعتداءات، ودوران كالكان يعلم تفاصيل هذه الأمور جيدا، لذا فما يقوله إنما هو ادعاء باطل لا صحة له، ولا صحة لما يشاع من وجود نظرية المؤامرة. لذا رأينا من الواجب تذكير كالكان أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل، وأنت تعلم ذلك جيدا.